الفراعنه، البافانا بافانا، محاربو الصحراء، اسود الاطلس، وغيرها كتير قوي من القاب المنتخبات. عايز تعرف كل القاب المنتخبات الافريقيه؟ تعالى وانا اقول لك. خليني اقول لكم على اشهر الالقاب للمنتخبات الافريقيه، وتعالوا نبدا بمنتخبنا المصري اللي لقبه طبعا منتخب الفراعنه، وده نسبه لحضاره مصر القديمه. بس من الالقاب اللي بحبها قوي للمنتخب المصري منتخب الساجدين. فاكرين الاسم ده؟ اللي فاكر الاسم يكتب لي في الكومنتات. منتخب كوت ديفوار او ساحل العاج، وطبعا مشهورين بمنتخب الافيال، وده نسبه للافيال اللي منتشره عندهم في البلد والعاج اللي بيطلع منها. وعندنا منتخب غانا او البلاك ستارز، وده نسبه للنجمه السوداء اللي موجوده في نص علمهم. نيجي لمنتخب الجزائر اللي لقبه محاربو الصحراء او ثعالب الصحراء، وده نسبه للصحراء الشاسعه اللي موجوده في الجزائر والثعلب الصحراوي اللي مشهور بيه هناك. ده غير ان هم معروفين بالمحاربين لان هم حاربوا الاحتلال لفتره طويله جدا. عندك منتخب جنوب افريقيا المسمى بالبافانا بافانا، ومعناها الاولاد في اللغه المحليه، واتشهر الاسم ده في التسعينات لما الجماهير كانت بتنده بافانا بافانا ومعناها هيا يا اولاد. منتخب موريتانيا المسمى بمنتخب المرابطون نسبه الى الدوله المرابطيه اللي كانت موجوده في غرب القاره في القرن ال11 وال12 الميلادي. نخش بقى على النسور ونبدا بمنتخب نيجيريا الملقب بالنسور الخضراء الخارقه، واتشهر الاسم ده مع الجيل الذهبي لنيجيريا في التسعينات، وطبعا خضراء نسبه للون العلم. ولسه مكملين مع النسور بس المره دي مع منتخب مالي الملقب بالنسور بس، وده نسبه لان هم في السبعينات كان عندهم في التيشيرت بتاع المنتخب رسمه نسر كبيره قوي، وفضل لازق الاسم فيهم من ساعتها. اما النسور المحببه لينا كلنا كعرب وهم نسور قرطاج او منتخب تونس الخضراء، ترجع التسميه دي لاسم حضاره قرطاج اللي كانت موجوده في العصور القديمه. نخش بقى على الاسود ونبدا بالكاميرون اللي لقبهم الاسود الغير مروضه، وبترجع التسميه لان الاسد من اشهر الحيوانات اللي في الكاميرون. وانتشر الاسم في مونديال 90 لما الكاميرون بقياده روجيه ميلا قدرت توصل لربع نهائي المونديال كاول بلد افريقي يحقق الانجاز ده. عندنا كمان السنغال برضو اسود، بس دول اسود الترانجا، وبترجع التسميه لان الاسد برضو مشهور عندهم، وكلمه الترانجا معناها باللغه السنغالي الضيافه. ونيجي بقى للاسود المحببه لقلبي انا شخصيا، واسود الاطلس ومنتخب المغرب، وبترجع التسميه لفصيله الاسود اللي كانت بتعيش في المنطقه دي وفي جبال الاطلس المغربيه. ودي كانت اشهر الالقاب للمنتخبات الافريقيه. لو عايزيني اكمل بقيه الفرق قولوا لي في الكومنتات، وما تنسوش لايك كومنت شير واشتركوا في القناه. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.